ازيكم يا بنات؟ هنعمل مع بعض النهارده او هقول لكم اسرار المكرونه البشاميل عشان تطلع جوسي معاكي والطعم يفرق جدا. بصوا يا بنات، اول حاجه السمنه نستخدم في البشاميل سمنه شركه معروفه زي روابي كريستال جنة. الشركات دي اللي فعلا طعم السمنه بتاعها بيفرق في الاكل. او نعمل بزبدة برضو تكون شركة كويسة، او نعمل بسمنة البلدي. السمنة البلدي جميلة جميلة جدا جدا جدا. بصوا بقى، هنحمر الدقيق عادي ونمشي على خطواتنا عادية جدا جدا جدا. بس لازم نكتر اللبن، ونحاول نجيب لبن العادي اللي هو مليان بخير، وده مش منزوع الدسم او مغشوش، على قد ما نقدر. بصراحة لبن الشركات ما بيبقاش حلو في البشاميل، يعني اللي هو المعلب زي جهينة زي بخيرو الكلام ده، المراعي ما بيبقاش حلو. اللبن السايب بتاعنا اللي بيبقى حلو. هتيم اللبان يعني لو مغشوش مش هيبقى مغشوش قوي. تمام. انا بحط 2 لتر على صينية المكرونة الكبيرة. تمام. وبتاخد حوالي كيسين مكرونة. ماشي، اي نوع بقى انت حباه. وكمان هقول لكم خطوة بعد ما نعمل البشاميل. عايزة تضيفي اي نوع جبنة تضيفي، انا ما بضيفش بصراحة عشان تبقى خفيفة. عايزة تضيفي رومي، عايزة تضيفي شيدر، عايزة تضيفي اي نوع تضيفي براحتك، موزاريلا. بس هي ما شاء الله بتطلع ممتازة من غير والله جبن. اهم حاجة بقى عشان تطلع معاكي كمان جوسي، الخطوة دي مهمة جدا جدا جدا. لو عندك خلاط عادي، سيبيها تبرد. بعدين بعد ما تبرد خالص خدي البشاميل اضربيه في شفشق الخلاط عندك. لو عندك هاند بلندر، شيلي الحلة من على النار واضربيه. والله العظيم والله العظيم يا بنات، الخطوة دي بتطلعها بمنتهى منتهى يعني الكريمة كده، تحسي ان البشاميل معاكي بقى كريمة. يعني انا والله كل ما بعمل مكرونة بشاميل بفضل اكل في البشاميل. انا وكل البيت عارفين لو معلقة في معلقة في معلقة. ففعلا الخطوات دي بتفرق جدا 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 جدا. ويعني ايه، عايزه اقول لكم ان احنا بنحبها جدا، لدرجه ان احنا ممكن ناكل كل يوم مكرونه بشاميل. عندك جبن عايزه تضيفي على وش المكرونه ضيفي يا ست الكل. ده الخطوات كلها بتاعه البشاميل عشان يطلع معاكي جوسي. بصوا أنا جربت حاجات كتير، لكن موضوع ان اللبن يطلع ان احنا نحط لبن كتير والله بيفرق جدا. موضوع السمنة والكلام ده بيفرق.